حبايبي الغاليين طلبة ثالثة ثانوي دفعة 27 النهارده إن شاء الله بنكمل مع بعض فيديوهات حل كورس التأسيس. وصلنا للدرس السادس والفيديو السادس. نخش مع بعض على طول على الأسئلة. أتمنى تكون حليت وصححت لنفسك من الجايد، وطبعا هنبدأ بقى نشوف مع بعض الأسئلة اللي وقفت معاك. أول سؤال كان بيقول لي the census of complex compounds in body ده يعتبر إيه؟ census لما أنا هبني كومبلكس كومباوند، يعني انا معايا مركبات صغيره حجما هبدا ان انا استخدمها علشان ابني مركب اكبر حجما. ده اسمه ايه؟ يعني انا معايا حاجات سمول هتتصل مع بعض عشان يكون حاجه اكبر. استاذنا ده هو عمليه الانابوليزم، والانابوليزم اللي هو عمليه الايه؟ عمليه البناء. يبقى الصغير ده علشان يبني مركبات اكبر، ده كده عمليه انابوليزم. اما الدايجيشن دي معناها هضم، والهضم ده انا بكسر فيه المركبات الكبيره الى ما هو اصغر. كاتابوليزم معناه هدم او تكسير. الاكسيديشن برضو تكسير ولكن هدفه انطلاق الطاقه. يبقى عموما البناء هنا هو الانابوليزم. رقم 2 بيقول لي بعد كده which pairs correctly matched. مين من البيرز دي هتلاقي ان هو correctly matched؟ هل الكاتابوليزم consume energy ولا الانابوليزم ولا ايه الدنيا؟ قلت له بس قبل ما ابص في الاختيارات احنا ما ننساش ان احنا عندنا الانابوليزم البناء علشان يحصل تلاقي ان هو consumes energy، يعني هتلاقي ان هو بيستهلك الطاقه. انا عشان ابني حاجه بستهلك طاقه. اما الكاتابوليزم عمليه التكسير هتلاقي ان هي بتريليز انرجي، بتطلع عندنا الطاقه. طب يلا نختار او نحل. اول حاجه بيقول لي الكاتابوليزم كونسيوم بيستهلك طاقه. قلت له طبعا لا، اللي بيستهلك طاقه هو انابوليزم اهو. طب الانابوليزم بيريليز؟ برضو لا. الانابوليزم هتلاقي ان هو مفروض بيكونسيوم الانرجي، هتلاقي ان هو بيستهلك طاقه. طب الكاتابوليزم بيريليز انرجي؟ صح. طب الانابوليزم بيحول الاي تي بي لاي دي بي؟ قلت له ده انا حتى كده بكسر، اذا هتبقى الاجابه نمبر سي. فالكاتابوليزم هدفه ان انا بكسر الكيميكال بوندز علشان اطلع منها الطاقه. رقم 3 بيقول لي which change represent anabolic process. طبعا anabolic process هي الادجكتيف من anabolism. جلوكوز is oxidized؟ لا طبعا، الجلوكوز يتأكسد ده بيطلع طاقه، وبالتالي ده مثال هنا على كاتابوليزم. يبقى انا طالما هكسر الجلوكوز، انا بقول هكسر الجلوكوز عشان اطلع طاقته، ده كاتابوليزم. طب بروتين is broken down into amino acid؟ قلت له برضو ده هنا يعتبر عندي فعلا تكسير، ده هنا كده يعتبر تكسير، انا كده بكسر، ده برضو كاتابوليزم. طب الامينو اسيد يكومباين يتحدوا مع بعض عشان يكون البروتين؟ قلت له صح، ده كده هنا فعلا مثال على الانابوليزم. يعني معانا امينو اسيد يرتبطوا مع بعض، فتبص تلاقي ان هو راح مدينا البروتين. الاي تي بي يتحول الى اي دي بي، قلت له برضو ده مثال انا بكسر هنا. انت عارف الاي تي بي ده عنده 3 فوسفيت والاي دي بي ده عنده 2 بس، فده ما يعتبرش عندي هنا انابوليزم. اذا الانابوليزم عندي هنا هو نمبر سي. السؤال رقم 4 بيقول لي بعد كده which groups of biological molecule do enzymes belong to. الانزيمات ما هي الا بروتينات. الانزيمز يا حبايبي هي عباره عن بروتينز. انزيم بروتين، وبالتالي هنختار نمبر اي. فده هنا يعتبر البوليمر او البيولوجيكال موليكيول اللي بينتمي ليها الانزيمات. يبقى رقم 4 اجابتها اي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 5 بيقول لي what will happen to the enzymes after reaction is completed. هنا طبعا انت عارف ان الانزيم بيسرع التفاعل الكيميائي ويخلي التفاعل الكيميائي يحصل دلوقتي، ولكن هو بيتكلم معاك هنا ايه مصير الانزيم. قلت له الانزيم بيدخل التفاعل زي ما بيطلع، يعني الانزيم ما بيحصلش فيه اي تغير خالص. الانزيم زي ما دخل زي ما طلع، ادخل واطلع زي ما انت عشان تعيد الفانكشن بتاعتك تاني. يعني هل الكونسنتريشن بتاع الانزيم بيقل؟ مش حقيقي. تركيز الانزيم بيفضل زي ما هو، وبيعيد طبعا الفانكشن بتاعته اكتر من مره. انزيم ريمين انتشينجد بالظبط، ما بيتغيرش. الشيب بتاع الانزيم بيتغير؟ لا. الانزيم دامجد؟ برضو لا. الانزيم زي ما بيدخل زي ما بيطلع، زي ما شفنا كده في الكي اند بلوك ثيوري. سؤال رقم 6 وده سؤال كيمياء شويه، بيقول لي البي اتش بيتراوح من كام لكام؟ طبعا يا جماعه البي اتش بياخد من 0 لحد 14، واحنا عارفين من اول 0 لحد less than 7 ده بيكون اسيد. طب ولو 7 بالظبط ده بيكون نيوترال. طيب ولو مور than 7، لو اكتر من 7 لحد 14 ده بيكون ايه؟ ده بيكون بيز او الكالاين. اذا يا جماعه عندي هنا من 0 ل 14 ده هو المقياس كله. من 0 ل 7 هو ده الاسيد، و1 ل 10 مفيش كده اصلا. من 7 ل 14 ده بيبقى الالكالاين او البيز. اذا رقم 6 هتكون اجابتها سي.
سؤال رقم 7 بيقول لك تفتكر انهي جراف بيعبر عن الافكت بتاع البي اتش على الانزيم اكشن. طبعا يا جماعه كل انزيم بيكون عنده بي اتش مثاليه بنسميها اوبتيمال او اوبتيمم بي اتش، وساعتها بيكون عندها بيشتغل باقصى نشاط ممكن. لو زودت عن الاوبتيمال بي اتش او قللت عنها هتبص تلاقي ان الانزيم اكتيفيتي بتقل. ده بيتناسب مع هذا الشكل، واتفقنا ان اسمه بيل كيرف، العلاقه ما بين البي اتش والانزيم لا هي دايركت ولا هي انفرس ولا هي كونستانت. يعني ايه؟ قلت له يعني هنا ده يعتبر عندي هنا كده الاوبتيمال او الاوبتيمم بي اتش، وهنا هتلاقي ان الانزيم works with the highest efficiency، بيعمل باقصى كفاءه. لو قلت او لو زدت هتبص تلاقي ان الانزيم اكتيفيتي بتبدا انها ايه؟ تقل. انزيم اكتيفيتي decreases. يبقى شباب السؤال رقم 7 هتكون اجابته عندنا نمبر سي. نروح بعد كده للسؤال رقم 8، وده بقى تطبيق مباشر على الكي اند لوك ثيوري. جايب لنا ايه؟ جايب لنا هنا كده مفروض انزيم بيتحد مع رياكتنت او سبستريت يدينا برودكت. هو عايز انا اتعرف بقى على مين دول. اللي بيدخل زي ما بيطلع ده الانزيم، يعني عندنا كده نمبر زد ده الانزيم. عرفت منين؟ قلت له يا مستر زي ما دخل زي ما طلع. هو اتحد عندي هنا في اول صوره مع اكس، اكس ده اسمه السبستريت او بنقول عليه رياكتنت، سبستريت او بنقول عليه رياكتنت. وهتبص تلاقي ان هو اتحد مع الانزيم راح مدينا intermediate unstable compound، مركب وسطي لحظي بيعدي كده ثواني، وتبص تلاقي ان هم سابوا بعض. بس لما الاثنين سابوا بعض هتلاقي الانزيم زي ما اتفقنا remain unchanged، بيظل كما هو بدون تغير. انما السبستريت ده ما عادش موجود واصبح عندي واي بقى موجود، هو البرودكتس النواتج. يبقى اكس ده هيكون السبستريت عندي فهو مش انزيم. طيب واي عندي هيكون البرودكت، وبالتالي زد هيكون الانزيم. اذا كده كل الاجابات بتقول او كل الادله بتقول ان الاجابه هتكون نمبر دي. يبقى رقم 8 اجابتها دي. سؤال رقم 9 بيقول لي which of the following statements not correct؟ مين من دول مش صح؟ some hormones بيتكونوا من ليبيدز، صح؟ في بعض الهرمونات زي الاستيرويدز كده هتلاقي ان هم ليبيدز. طيب الانزيمز كونتين بيبتايد بوند، حقيقي، ما هو الانزيم ده بروتين، واحنا اتفقنا يا جماعه ان البروتين هتبص تلاقي ان هو عباره عن امينو اسيدز متحدين مع بعض. all enzymes are بروتين، مظبوط، كل الانزيمات بروتينات، مفيش احتمالات تانية. all hormones are بروتين، هنا بقى لا، وهو عايز الغلط يبقى هنختار نمبر دي، لان يا جماعه اتفقنا ان الهرمون في منهم ليبيدز زي التستوستيرون وفي منهم بروتين زي الانسولين هرمون. يبقى رقم 9 هتكون اجابتها دي. سؤال رقم 10 بعد كده بيقول لي مين من دول ترو عن الانزيم؟ enzymes act as catalyst، ماشي، يعني الانزيم زيه زي الكاتاليست بيسرع التفاعلات الكيميائيه. يعني هو بينكريز الكونسنتريشن اوف رياكتنت؟ لا، بقول لك بيسرع التفاعل. يزود الريت اوف رياكشن؟ يعني نمبر بي صح. هو الانزيم فعلا كاتاليست، بيزود سرعه التفاعل، بيزود معدل التفاعل زي ما انت شايف. طب ديكريز كونسنتريشن اوف برودكت؟ لا، يقلل تركيز البرودكت، ما بيحصلش الكلام ده. طب بيزود الانرجي نيدد تو ستارت الاكشن؟ لا، انت عارف هو لو بيزود الانرجي اللازمه لبدايه التفاعل ده، هو كده هيأخر الرياكشن على ما حوش الطاقه دي، ده كده بيديلي الرياكشن او هيأخره. يبقى رقم 10 هتكون كده عندنا اجابتها نمبر بي. السؤال رقم 11 جايب لك هنا شكل اي تي بي، طبعا هو اللي قدامك ده اي تي بي. عرفت من ده اي تي بي؟ لان الاي تي بي انت فاهم ان هو ادينوزين تراي فوسفيت. ما تروحش بقى تختار اي تي بي، هو الشكل اللي قدامي اي تي بي بس، شوف هو سأل على اي تي بي؟ لا، بص كده ده الادينين زي ما اتفقنا، ولما الادينين يرتبط اسف ده الادينين اللي فوق اهو، ده اي تي بي، ده الادينين، وانت عارف ان ده نيتروجين بيز، وده هنا كده عندنا هيكون الريبوز، فالادينين مع الريبوز بيدينا ادينوزين، وادي هنا 3 فوسفيت جروبس، 3 فوسفيت، وبالتالي يا جماعه اللي قدامي ده هو الاي تي بي. هو بيقول لك ايه؟ انا لما هعمل تكسير للكيميكال بوند دي، انا لو كسرت البوند اكس ايه اللي هيحصل؟ قلت له انت لما تكسر الاي تي بي هو اصلا هيدينا اي دي بي بلس بي بلس انرجي، يعني هيطلع هنا من التكسير بتاع الكيميكال بوند دي انرجي. اذا يا جماعه نمبر 11 هيبقى اجابتها ايه؟
ما تقوليش اي تي بي، لان اللي قدامي اي تي بي، هو مش بيقول لي مين اللي قدامك، هو بيقول لي لو كسرت اللي قدامك هيطلع مين. واكيد مش ووتر، الووتر ده كان بيطلع لما كنت بوصل امينو اسيدز مع بعض، لكنه ملوش دعوه هنا، ولا كربون دايوكسيد، وبالتالي نمبر 11 هتكون اجابتها ايه. نروح بعد كده لكويستشن نمبر 12، بيقول لي وات از ذا ديفرنس، تفتكر ايه الفرق ما بين الاستراكشر بتاع الاي تي بي والاستراكشر بتاع الاي دي بي؟ حبيب قلبي الاي تي بي ده اسمه ادينوزين تراي فوسفيت، والاي دي بي ادينوزين داي فوسفيت. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قلت له كل الفرق هو عدد الفوسفيت، ما هو تراي فوسفيت يعني 3 فوسفيت، وداي فوسفيت يعني 2 فوسفيت، وبالتالي هتبقى الاجابه نمبر سي. طب هل نوع الشجر؟ لا، لان نوع الشجر في الحالتين رايبوز. احنا لسه كنا بنبص اهو على الاي تي بي، عنده كده كده رايبوز. طب نوع النيتروجينوس بيز، النيتروجينوس بيز دي اللي هي اسمها ادينين، وبالتالي بغلط. طب النمبر اوف كربون اتومز، قلت له برضو النمبر اوف كربون اتومز هي مش هتفرق كتير، انا كل ما فيها شلت بي او 4، وبالتالي الكربون اتوم زي ما هم، انا ما شلتش اصلا كربونز. يعني كده هيبقى عدد الفوسفيت هو الاختلاف، الاي تي بي عنده 3 والاي دي بي عنده 2. نروح بعد كده لكويستشن نمبر 13، بيقول لي what is the number of ATP molecules، عايز يعرف عدد ال ATP molecules that are resulted من oxidation 1 glucose في muscle anaerobically يعني انت بتتكلم in absence of oxygen، في غياب الاكسجين. يعني لو انت بتتكلم عن اذا غاب الاكسجين انا هعمل انايروبيك، كل واحد جلوكوز بيدي فقط 2 اي تي بي. اما ال 38 ده لو كان ايروبيكالي في وجود الاكسجين، وبالتالي الصح عندنا هنا نختار نمبر ايه. نروح بعد كده لكويستشن 14، بيقول لي وات از ذا ريشيو اوف ذا انرجي ريليزد من الايروبيك الى اللي بيتريليز من الانايروبيك بالنسبه ل1 جلوكوز. بص يا سيدي، لو ايروبيك بيدي 38 اي تي بي، ولو انايروبيك بيدي 2 اي تي بي. طب يا سيدي احنا عايزين ان احنا نعمل ريشيو ما بينهم، قلت له والله هيبقى divided to 19 divided to 1، يعني هتبقى الاجابه نمبر بي، هتبقى 19 to 1. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 15، بيقول لي which of the following equation correctly shows the reactants and the products of cellular respiration. انت بتتكلم هنا عن cellular respiration، انا ما اعرفش هو اللي قال لك بقى ايروبيك ولا انايروبيك، بس المفروض انك انت عارف في السيلولار ريسبيريشن انا بستخدم الجلوكوز عشان اطلع منه اي تي بي. تمام، يبقى انا بستخدم الجلوكوز واطلع منه اي تي بي. قصه انك انت تستخدم كربون دايوكسيد ووتر، انا دي مستبعدها، لان الكلام ده يمشي على فوتوسينثيز، يعني الكربون دايوكسيد والووتر دول بيتحدوا مع بعض في فوتوسينثيز، مع وجود اللايت انرجي والمينرال اصنع جلوكوز، فدي لا. طب هل جلوكوز ووتر يدينا كربون دايوكسيد واكسجين؟ برضه لا. يعني انا السيلولار ريسبيريشن في الحاله الايروبيك بطلع منه سي او 2، انما انا اطلع من الريسبيريشن اكسجين لا، ما بيحصلش الكلام ده. ولا برضو اطلع من السيلولار ريسبيريشن جلوكوز. السيلولار ريسبيريشن يعني انا بعمل جلوكوز اوكسيديشن، يعني انا هكسر الجلوكوز، وبالتالي انا ما بنتجش جلوكوز. فكل الشواهد بتقول ان الاجابه هتبقى دي، جلوكوز واكسجين. واضح كده ان انا بتكلم عن ايروبيك ريسبيريشن. ليه؟ عشان في اكسجين في الموضوع. طيب ماشي، جلوكوز واكسجين هيدينا كربون دايوكسيد. الاكسجين ده يا جماعه كان بيدخل في عمليه الانهاليشن، بالنسبه لنا عمليه الشهيق، والكربون دايوكسيد بيطلع في عمليه الاكزاليشن، عمليه الزفير، وبيطلع معاه كمان بخار ميه مع التنفس. والاي تي بي اللي لو ايروبيك هيكون 38 اي تي بي مولكيول، وبالتالي الصح هنا عندنا في نمبر 15 هتكون الاجابه نمبر دي. السؤال اللي بعده بيقول لي نمبر 16، هو السيلولار ريسبيريشن عندنا يعتبر ايه؟ يا استاذ انا لسه حالل معاك سيلولار ريسبيريشن، بجيب الجلوكوز بعمل له اوكسيديشن، يعني بكسر في الجلوكوز، وطالما بتكسر وتطلع طاقه اذا ده هيعتبر عندنا كاتابوليك بروسيس، عمليه تكسير. اما عمليه الانابوليك عمليه البناء اكيد لا. طيب تبادل غازات، جاز اكستشينج، ايه علاقتها؟ تبادل الغازات دي بتحصل في الرئتين، مثلا ادخل اكسجين وطلع كربون دايوكسيد، لكن ده ما اسموش سيلولار ريسبيريشن. مجازا كده يعني وانت صغير يقول لك تعرف يعني الريسبيريشن، يقول لي بتنفس يعني ادخل اكسجين وطلع كربون دايوكسيد، ده بالمعنى الحرفي مش ريسبيريشن. سيلولار ريسبيريشن معناه انتاج الطاقه من الغذاء، اهو بالعربي اهو، سيلولار ريسبيريشن انتاج الطاقه من الغذاء داخل الخليه. هل السيلولار ريسبيريشن يعتبر اكسكريشن؟ قلت له برضه لا، ده لا يعتبر اخراج. يبقى رقم 16 هتكون عندنا كاتابوليزم، لان تاني السيلولار ريسبيريشن بتهدف لانتاج الطاقه.
سؤال رقم 17 بيقول لك في الايروبيك ريسبيريشن الاي تي بي ده بيتصنف في ايه؟ قلت له يا سيدي من شويه انا لسه قايل لك اهو معادله الايروبيك ريسبيريشن الاي تي بي ده بيطلع مع البرودكت، فبالاخر كده هو برودكت. كاتاليست لا ولا انزيم، هو ده ناتج ومش رياكتنت، مش حاجه داخله في المتفاعلات بتاعه التفاعل. يبقى رقم 17 اجابتها بي. سؤال رقم 18 بيقول لك تفتكر مين اللي بيريليز انرجي من الاي تي بي؟ لسه حالين سؤال شبه ده من شويه اهو. ادي الاي تي بي، لو انت كسرت البوند دي هتبص تلاقي ان تحول لاي دي بي وطلع انرجي. اذا الاي تي بي هتلاقي ان هو بيريليز الانرجي لما نشيل فوسفيت جروب، هنكسر البوند ونشيل الفوسفيت جروب، فساعتها الاي تي بي سيتحول الى اي دي بي بلس بي بلس انرجي، يبقى الريموفال بتاع الفوسفيت. طب هل بريك داون الريبوز؟ لا انا ما بكسرش الريبوز والله. طب هل اديشن اوف فوسفيت جروب؟ لا اضيف فوسفيت، هو انا هضيف فوسفيت ده ما بيطلعش طاقه. زياده ووتر موليكيول، برضو كل الكلام ده مش صح. يبقى رقم 18 اجابتها ايه؟ سؤال رقم 19 بيقول لك تفتكر ايه الايكويشن اللي بتعبر عن الانايروبيك ريسبيريشن في الماسل فايبر؟ معروف ان مع حدوث الانايروبيك ريسبيريشن في الماسل فايبر بيحصل فاتيج وبيكون لاكتيك اسيد. يبقى اللاكتيك اسيد ده is formed due to the anaerobic cellular respiration. يعني ما ينفعش تدخل لي اللاكتيك في الرياكتنس وجاي تقول لي دي معادله، لا لازم يطلع في البرودكت، وبالتالي ايه غلط. طب هل الثانيه صح؟ قلت له والله الجلوكوز بيحصل له انايروبيك ريسبيريشن، يعني ما بيكونش فيه اكسجين، يبقى انا هستبعد دي، وبرده مش محتاج كربون دايوكسيد. القصه كلها ان انا اختار سي، ان الجلوكوز يحصل له اوكسيديشن يدينا طاقه مقدارها 2 اي تي بي مع اللاكتيك اسيد، كل واحد جلوكوز بيطلع 2 اي تي بي، ولكن يبقى اللاكتيك اسيد في العضله طبعا اللي هو هيعمل الايه المصل فاتيج. نروح بعد كده للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 20. during الفيجروس exercise، طبعا vigorous exercise معناها تمارين شاقة. بيقول لي أثناء التمارين الشاقة المسل فايبرز may carry out anaerobic respiration، يعني بتعمل الانايروبيك respiration. اشمعنى بتعمل الانايروبيك respiration؟ هل عشان الجلوكوز مختفي؟ لا يا حبيبي، في معظم الاوقات عادي الجلايكوجين بيكون موجود في العضله مخزن وبيتم تكسيره الى جلوكوز. انا مش بعمل الانايروبيك، او انا هعمل الانايروبيك مش قصه نقص جلوكوز، قصه نقص اكسجين. يعني هتبقى الاجابه بي ان الاكسجين سبلاي بيكام insufficient، اصبح غير كافي. الميتوكوندريا بروديوس تو ماتش اوكسجين، غلط. هو من امتى اصلا الميتوكوندريا بتنتج اكسجين؟ اصل الكربون دايوكسيد ابسنت ما يغيب براحته. انايروبيك يعني بيحصل ديو تو ابسنس اوف اوكسجين، بيحصل بسبب الغياب بتاع الاكسجين. اذا رقم 20 هتكون اجابتها بي. سؤال رقم 21 بيقول لي ذا ماسكولار فاتيج، الاجهاد العضلي. ماله يا مستر؟ الاجهاد العضلي ده جراديوالي ديسابير، يعني بيختفي بشكل تدريجي افتر اكسرسايز. ليه؟ انا دلوقتي لما عملت تمارين رياضيه وانا اصلا مش متعود، طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات الشرح، تبص تلاقي ان انا بدا يجي لي اجهاد. الاجهاد ده بيجي بسبب ان اللاكتيك اسيد موجود في الماسل فايبر. طب لما ارتاح، انا مرتاح ما عملش مجهود، الاكسجين بيرجع يسبلايد للعضله، الاكسجين بيرجع للعضله تاني، وساعتها العضله هتعمل اوكسيديشن لللاكتيك اسيد، وبالتالي اللاكتيك اسيد ريموفد. فكده هتبص تلاقي ان اللاكتيك اسيد بيتشال، وكده ما عادش فيه اجهاد. يعني اصل اللاكتيك اسيد اوكسيدايز وين اوكسجين بيكام افيلابل، ايوه هي دي. العضله ارتاحت، الاكسجين رجع، عملنا اوكسيديشن لللاكتيك، فساعتها اللاكتيك اسيد اتشال. طيب هل عشان الاي تي بي بيرمننتلي ريموفد؟ مفيش حاجه اسمها كده. الاي تي بي يتشال يعني بشكل بيرمننت، بشكل دايم؟ لا طبعا مش الدرجه دي. حتى لو الاي تي بي ناقص، بس مفيش حاجه اسمها الاي تي بي يتشال خالص على طول. الجلوكوز تشينج انتو بروتين، اي كلام طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. الجلوكوز يتغير البروتين ليه؟ يعني ايه علاقته اصلا بالفيجرس اكسرسايز؟ اوكسجين سبلاي ستوبس كومبليتلي، برضه غلط. مفيش حاجه اسمها ان الاكسجين سبلاي ستوب خالص. هو ممكن يتوقف مؤقتا، او يعني اسف يقل شويه بشكل مؤقت، الاكسجين مش موجود في العضله، لكن هيرجع تاني مع الراحه يعني. وبالتالي رقم 21 اجابتها هتكون نمبر ايه. نخش بقى دلوقتي على الاسئله بتاعه الاوسموزز والديفيوجن وهكذا. بيقول لي في الفيجر اللي قدامك وات از دايركشن اوف ووتر ترانسفير، عايز يعرف اتجاه نقل الميه. بص يا سيدي، لما يجي يقول لي ان انا معايا سوليوشن اكس تركيزه 3%، انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال 3% ده هو تركيز الاملاح، وبالتالي نقدر نقول كده ان الووتر هتكون 97%. يبقى لما اقول لك 3% اعتبر ان السوليوت 3 اللي هو المواد الزائده
عارف الكلام ده في الكيمياء. اما الميه 97%. طب لما اقول لك سوليوشن واي 1%، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان السوليوت هو اللي 1%، الماده اللي دايبه 1%، والووتر الباقي 99. يعني خلينا دلوقتي نقول ان الميه هنا جوه الشكل المحاط بسيمي بيرميابل ممبرين، فاكر؟ غشاء شبه منفذ لايك البلازما ممبرين. قلت له تمام، هيحصل ايه بقى؟ قال لي هتلاقي الميه جوه 99. طب الميه بره هنا 97. الميه بتتنقل، الميه تتنقل من جوه الكيس ده لبره، ومع الوقت هتبص تلاقي ان الكيس ده او الساك ده هيبدا يحصل له شرينكس، ينكمش او يكش، علشان خاطر ايه؟ بيفقد الميه بتاعته. وعموما كده الميه بتنتقل. هو اصلا بيسالك عن اتجاه نقل الميه، اتجاه نقل الميه هيبقى من جوه، جوه ده اللي هو واي، يبقى من واي لاكس. طب هي الميه بتنتقل اوسموز ولا ديفيوجن؟ قلت له الميه بتنتقل بالاثنين، ولكن طالما الموضوع فيه سيمي بيرميابل ممبرين يبقى اكيد هتكون اوسموز مش ديفيوجن. مرور الميه عموما ديفيوجن، ما عندناش مشكله. هيعدي بقى من سيمي بيرميابل ممبرين او بلازما ممبرين يبقى اوسموز، يبقى انا هنقلها من واي الى اكس باي اوسموز. اتمنى نكون فهمناها. 23 بيقول لي بص، لو الووتر والبوتاسيوم ايون exist outside the cell in high concentration، هم موجودين بره بهاي concentration، وهيدخلوا الخليه، هيدخلوا ازاي؟ قلت له بص، وهم داخلين الخليه هتلاقي ان السيل عندها بلازما ممبرين. طب الووتر هو معدي، الووتر هيعدي بايه؟ عدى بلازما ممبرين يبقى بالاوسموزس. طب البوتاسيوم واحد من المينرال سولتس، مش ميه يعني، مش سوائل. طب هيعدي ازاي؟ قلت له طالما هيعدي من بره وبره التركيز عالي يبقى بيعدي بالديفيوجن. اذا يا جماعه تبقى عندنا كده الاجابه نمبر سي. السؤال رقم 24 بيقول لي which of the following considered example for osmosis. osmosis يبقى انا بنقل مين؟ بنقل الميه، بنقل الميه، فسيبك من الكلام ده كله. وبالتالي هتبقى الاجابه دي water entry to plant root from soil. منطقي جدا، النبات بيمتص الميه من السويل عن طريق الاوسموزز. الميه بتعدي من السويل تخش جوه الخلايا، تعدي بالبلازما ممبرين. سؤال رقم 25 بيقول لي solution has high osmotic pressure. ركز بقى، عنده high osmotic pressure يعني عنده تركيز عالي من الاملاح، high concentration of solute. زي ما دايما بنشبه ان الاوزموتيك بريشر ده بالعطش. انت عندك هاي اوزموتيك بريشر يعني عندك عطش شديد، يعني عندك هاي concentration of solute وعندك low water concentration. اختار مين بقى؟ هاي solute، يبقى دول غلط، يبقى هتبقى الاجابه نمبر ايه. هاي concentration من السوليوت مع لو ووتر يبقى انت عطشان، املاح كتير ميه قليله يبقى هاي اوزموتيك بريشر. يبقى رقم 25 اجابتها ايه. سؤال رقم 26 وده هنا بقى بيتكلم معايا عن انزيم، وتحديدا التاثير بتاع البي اتش على الانزيم اكس واي. في هنا انزيم اسمه اكس، لو خدت بالك كده هتلاقي ان هو شغال كويس جدا عند بي اتش 2.5 مثلا، والواي ده شغال كويس جدا عند 7 وشويه. هو بيسال مين في الاثنين work efficiently، يعني يعمل بكفاءه عاليه في acidic medium. acidic يعني بي اتش less than 7. فاكر؟ بي اتش less than 7، اقل من 7. طب وده فين بقى يا باشا؟ قلت له اهو هيبقى اكس، يبقى هنا الاجابه هتكون اكس، ده هيكون هو اللي شغال في الاسيديك ميديوم. السؤال رقم 27 للسؤال الاخير دلوقتي بيقول لي what happens when temperature rises above optimal temperature. كل انزيم يا جماعه بيكون عنده optimal temperature بيشتغل عندها. يعني لو احنا عملنا علاقه دلوقتي ما بين التمبريتشر مع الانزيم اكتيفيتي، خلينا نقول ان كل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما هتبص تلاقي ان الانزيم اكتيفيتي عندك بيقل. يعني انا دلوقتي الانزيم شغال كويس جدا في درجه حراره معينه، طب لو رفعت درجه الحراره هتبص تلاقي ان الاكتيفيتي بتقل، ولو خفضت درجه الحراره بتقل. فهو بيقول لك ايه اللي هيحصل لو الحراره ارتفعت عن الاوبتيمال تمبريتشر، عن درجه الحراره المثاليه، ايه اللي هيحصل؟ قلت له والله يا مستر ذا انزيم اكتيفيتي ديكريزز، النشاط بتاع الانزيم هيفضل ان هو يديكريزز جراديوالي لحد، خلي بالك، ما بيوصل لمرحله معينه
بيستوب completely، بقول له decrease gradually اهو until reach certain temperature، هتبص تلاقي ان هو ايه stops completely، لحد ما بيوصل لمرحله معينه هيتوقف خالص. اتمنى كده نكون استفدنا من حل الفيديو، اتمنى نكون فهمنا اي سؤال كان عنده مشكله معاك. ويلا بقى روح حل الكويز زي ما احنا متفقين. بالتوفيق يا شباب، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.